اليوم جبت لكم وصفة خبز البرجر من أنجح وأروع وأخف الوصفات اللي تقدروا تجربوهم. شوفوا معايا كيف يجوا مقطنين وخفاف من الداخل، روعة كبيرة. صلوا معايا على النبي عليه الصلاة والسلام وروح تبعوا معايا الوصفة واحدة واحدة. اسمعني مليح، الإناء تاعي اللي راح نخلط فيه حاجة نبدأ بها. ندير كاس حليب، نقدروا نكملوا بالماء. نزيدوا نحطوا 3 مغارف متوسطين تاع خميرة الخبز. المغرف الأولى، نزيد المغرف الثانية، نزيد المغرف الثالث. حرك بلا خوية. بعد ما حطيت الخميرة نجي نحط مغرف كبيرة تاع سكر تعود معمرة. كيف نحرك. نزيدو عليه 4 كاس تاع زيت. نزيد نحرك كيف. هذه نجي نحط بيضة، نزيد نحركها مليح. لحظة نجي نحط الفرينة تاعي اللي هي 500 غرام. نديرو فرينة ماما. حطيت الفرينة مباشرة مغرف متوسطة تكون ممسوحة تاع ملح نحطها فوقها. نجي نبدا نعجن ونبدا سماء. نبدا نزيد هاي تقريبا حكمت لي كاس طاحت سوا. نحطها على سطح الحمل وريح. ندلكها حوالي 3 دقائق. ندلكها بعد ما عجنتها 3 دقائق. نجيب مغرف كبيرة تاع مارغرين. نحط شوف اش دير لها. نحطوها فيها مليح ونبدا نعجن فيها. نحاولوا نعجنوها مليح هكا. من بعد ما عجنتها نجي نلمها، نهزوها، نحطوها، نخلوها تروبوزي حوالي نص ساعة ونرجعو نكملو. من بعد ما ارتاحت تاعي العجينة نجي نحيها نحطها روحها. نجي نبدا نبولي فيهم. نبداوهم على 100 غرام 120 غرام. لكن نعودو نبولي فيهم نحاولوا نفرميوهم من تحت مليح. شوفوا باش ما يتفتحولناش من بعد. يعودوا مفينين من بعد ما وجدناهم واش نديرو؟ نطبزو عليهم شويه برك مش ياسر. هكا ندهنهم بالبيض من فوق. نبدا نحط عليهم في جلجلان. نزيد عليهم كميه خفيفه تاع سينوش ودركا نغطيهم ونخليهم يروبوزيو طول. لازم حتى من بعد واحد 45 دقيقه ساعه كي نجبدهم نلقى الحجم تاعهم متضاعف كيما راكم تشوفوا. يعود تقريبا واحده تعود تلصق في واحد. كان ما لقيناهمش تضاعفوا سما ما درنا هكا. الحجم تاعهم راه تضاعف. راح نحطهم في الفور في الكوشه خليتها تسخن. برك من بعد ما طابوا شوفوا ما شاء الله كيف طيبين من تحت. شوف لي كيف جايين فشفوشي ما شاء الله. شوف فوق نفتحوهم. شوف لي كيف هنا بالفرماج. نحط عليها ورقة سلاطة وجند البصلة. نحط هذه ما كثرتش لي صوص. انا شوف لي ما شاء الله راهي 12. ما كانش اللي ياكلها ما خاوش راهم كامل راقدين. هاي شكون اللي يجيبك نعطيه. شوف لي ما شاء الله. بسم الله.